بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. طبيعة النفس البشرية خصوصا عند النساء وفطرتها اللي جبلت عليها إن يكون عندها غيرة، بتغير على زوجها. وشفنا نموذج معروف جدا جدا، أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والقصة المعروفة عند الجميع لما كسرت الإناء اللي كان فيه الطعام، ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته اللي كانوا موجودين وابتسم وقال: غارت أمكم، غارت أمكم. هل بتقتصر الغيرة على النساء فقط؟ لا، الرجال كمان، خصوصا اللي بيحافظ على بيته وبيخاف على زوجته وعلى بناته، لازم يكون عنده غيرة، ولكن طبعا الغيرة المحمودة اللي لسه هنتكلم عنها. طيب، في نماذج من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال كانوا بيغيروا على زوجاتهم ومعروفين جدا بالأمر ده. كان في أكتر من صحابي، ولكن كان أشهرهم سيدنا سعد بن عبادة، وكان الصحابة بيقولوا عليه إنه لرجل غيور. طيب، الغيرة ما بين الزوجين، هل هي المفروض تكون موجودة؟ هل هي مشاعر طبيعية؟ أصلا تعريف الغيرة إيه التصرفات اللي تدل عن إن الغيرة دي محمودة مقبولة؟ التصرفات اللي تدل عليها، وإيه التصرفات اللي لا ممكن نقول عنها ما ينفعش إنها تتعمل، خصوصا إن بعض الأزواج بيوصل عندهم الأمر للشك. هنتكلم النهاردة عن الغيرة ما بين الزوجين مع الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش. السلام عليكم يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ندى، حياك الله أنت وجمهورك في برنامجك المتميز قوارير. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك، حياكم الله وكل الأهل والأحباب. الحقيقة موضوع الغيرة من الموضوعات هي مهمة، ولو ما كناش ننتبه ليها كويس بتتسبب في مشاكل، فهي سلاح ذو حدين. خلينا الأول نعرف إيه هي الغيرة. طيب، أول شيء الغيرة إيش هي؟ الغيرة هي عبارة عن أفكار ومشاعر وتصرفات أو سلوكيات وممارسات يقوم بها الشخص تجاه آخر بشكل فطري، يعني بشكل طبيعي، يعني طبيعي، بدون ما نصنفها أنه هي سلبية أو إيجابية، هي زايدة، هي ناقصة. هي عبارة عن أفكار يعني تأتي على الإنسان، ينتج عن هذه الأفكار مشاعر، بغض النظر كمان المشاعر إيش هي، سلبية ولا إيجابية. وردة الفعل أو التعبير عن هذه المشاعر هي عبارة عن سلوكيات وممارسات يقوم بها الشخص تجاه الشخص الآخر. طبعا الغيرة يعني بتحدث لأنه الإنسان ليش بتجيله أفكار؟ لأنه بيشوف حدث معين، فيبدأ يفسر هذا الحدث تفسير معين، وبعدين التفسير هذا لازم يكون معاه شوية مشاعر، فبينجذب مع المشاعر ويتطور ويظهر على هيئة سلوك وممارسات. تمام. فتخيل إنه هي بهذا التسلسل البسيط جدا، يعني نشوف شيء ونفسره بس. والمشكلة بتيجي بقى من التفسير، على حسب تفسير كل واحد للموقف. البعض ممكن يفسره بطريقة بسيطة والأمر يعدي، والبعض ممكن يفترض سوء النوايا ويبدأ الأمر يكبر. أيوة، هو عبارة عن تفسير فقط، لأنه حدث هو يعني شيء بسيط، يعني ممكن يكون أو شيء كبير، لكن كيف الإنسان بيفسر هذا الحدث بيتحول التفسير هذا إلى حقيقة في ذهن الشخص نفسه فقط، وليس في الواقع. أيوة. عنده فقط، فبيتجاوب مع هذا التفسير شعوريا، فبيعطيه كمية من المشاعر، وبعد كده بياخذ دور إيش؟ ردة الفعل أو السلوكيات والمبررات. لذلك أي إنسان لما بيغير إيش بيقول أساسا؟ أنا تظهر على هيئة سلوكيات. إحنا ما بنشوف الشعور، إحنا ما بنشوف الفكرة، إحنا بنشوف السلوك فقط. أيوة. بعدين إحنا بنبدأ نحاسب على السلوك والى آخره. فالشخص اللي مصاب بالغيرة أو اللي أصابته الغيرة بيرجعنا لنقطة إيش؟ طب أنا ما أنا شفت كده وفسرت كده ومش عارف إيش، يعني شفت كله خيال في خيال في خيال، ما في شيء حقيقي يعني. تمام. طيب، خلينا نفرق بقى أستاذة خديجة ما بين الغيرة المقبولة، تقدري تقولي لا ده تصرف طبيعي وغيرة عادية وممكن نتقبلها، والغيرة الغير مقبولة إطلاقا اللي ممكن تعمل مشاكل كبيرة.
طيب، هو مو بس الغيرة بس، خلينا عشان موضوع الحلقة هو في الغيرة. كل السلوك إذا تجاوز الحد الطبيعي ووصل إلى المستوى الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، هنا إحنا بنتكلم عن شيء غلط 100%، وشيء يعني يؤدي إلى نتائج كارثية. طيب، لأنه هو الله سبحانه وتعالى على إيش بيحاسبك؟ بيحاسبك على شعورك ولا على سلوكك؟ بيحاسبك على السلوك يعني. على السلوك طبعا. فالشعور زي ما هو شعور يبقى كما هو في الداخل، إذا ما خرج خلاص يبقى الشعور فقط. لكن إذا خرج كسلوك وممارسات هنا يصير خطأ، لأنه حيترتب عليه أن الإنسان بسبب الشعور الغيرة المبالغ فيه، أو شعور الغيرة حتى بأي مستوى معين، إذا تحول إلى سلوك حيترتب عليه ممكن الظلم، ممكن كذب، ممكن اتهامات، يمكن بالضبط. يعني سوء الخلق، يمكن تعدي، يمكن ضرب، يمكن أشياء كثيرة جدا. طيب، فهنا احنا دخلنا في دائرة الظلم. طيب، وأكيد دائرة الظلم هذه حط فيها كل شيء، يمكن التجسس، يمكن التحسس، يمكن. فهنا صرنا احنا معناها في الدائرة المفروض اللي ما نوصلها في هذا الشعور. تمام. طيب، احنا عندنا بعض الناس بتقول ان من حق الزوج هو اللي يغير لانه هو الراجل، واللي ما غيرش على زوجته فهيبقى اسمه ديوث. طيب، لما تيجي الست تغير على زوجها فيتقال لها لا عادي، هو راجل، وهو اصلا يعني حتى لو انتي شكيتي في اي تصرف هو اساسا مسموح له مباح له بالزواج من اكتر من واحدة، فانتي في كل الاحوال الست ملهاش حق انها تغير، ولكن الزوج هو اللي له الحق انه يغير. تعليق حضرتك ايه على الكلام ده؟ أول شيء هذا شكل من أشكال الجاهلية، التصنيف هذا أنه مسموح للرجل شيء ومرفوض لما تقوم المرأة بنفس الشيء. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الرجل والمرأة أمام التكاليف الشرعية سواسية. من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة. إذا الله سبحانه وتعالى جعل الرجل والمرأة في ميزان الشرع، في ميزان التكاليف الشرعية، في ميزان كل يعني الأشياء متساويين، مختلفة أدوارهم، لكن أمام التكاليف الشرعية والأمر والنواهي هم نفس الشيء. يأتي الناس يصنفوا لك الأشياء، لا مسموح للرجل هكذا وممنوع للمرأة، وهنا يأتي الظلم نفسه من التصنيف هذا والتقسيم. طيب، لأنه إيش الرجل وإيش المرأة؟ يعني مسموح للرجل أنه يحب ويظهر مشاعره وعواطفه، وممنوع على المرأة هذا الشيء. مسموح للرجل أن يقوم بهذا وممنوع. من فين يعني أساسا من فين جات الفكرة هذه؟ إلا من الإنسان بيتبع الهوى فقط، اتباع الهوى. طيب، نحن بنتكلم عن شعور، الشعور هذا موجود حتى في الحيوانات، شعور الغيرة، وليس في البشر. معناه احنا على هذا الكلام لازم نصنف كمان الحيوانات، نقول إنه الحيوانات اللي هي الجندر تبعها اللي هي مذكر أو ذكور مسموح لها تمارس الغيرة، وممنوع على الحيوانات الإناث تمارس الغيرة. حنقول بهذا الشكل. طيب، بلاش الحيوانات، الأطفال الصغار. شعور فطري هذا، شعور فطري. كيف نحن اليوم نقسمه ونعطي للرجال حق فيه ونمنع النساء من ممارسة هذا الحق؟ الجميع ممنوع ممارسة الظلم من خلال هذا الشعور فقط، أو الأخطاء أو التجاوزات. لكن الشعور شعور فطري، يعني ما تقدر تقتلي أنت الشعور الفطري الموجود عند الإنسان. فده التفسير يتبع الهوى. طيب، وهو تفسير عشان يبرروا للرجال ما يفعلونه فقط تحت أي ذريعة هذا الشيء. يعني إذا ارتكب الرجل مثلا مصيبة على أساس أنه هو عنده غيرة يبرر له بهذا الشيء، وإذا ارتكبت المرأة لا يبرر لها. فشفتي التصنيفات هذه الإشكالية اللي عندنا. وبعدين في فرق، احنا لما نقول الغيرة أن الرجل يغار على أهل بيته، ما يغار على أهل بيته زوجته وأبنائه فقط وبناته، يغار على نساء المسلمات بالجملة، يغار عليهم أنهم يسيروا في الطريق الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. عرفتي؟ هنا يكون الغيرة حقيقية، وهذه غيرة لله سبحانه وتعالى، هذه غيرة واجبة على الجميع وليس على الرجال. لكن ليش الرجال؟ نحن نقول أنه الأصل في الرجل أنه راعي يرعى المرأة ويحميها. بالضبط. المرأة بصفة عامة، يعني النساء المسلمات، هذا الأصل في الرجل. فاليوم الرجل لما يتخلى عن هذا الدور وهذا التكليف وهذا التشريف وهذه المهمة، هنا احنا نطلق عليه أنه هو ديوث يعني. بالضبط. طيب، الذي يرضى الخبث في أهل بيتي خلاص. لكن هل المرأة معناها اللي ترضى كمان الخبث في أهل بيتها ولا على زوجها ولا شيء؟ ما
يعني ما تصنف، ما أعطيت هذه الصفة وهذا الاسم، ما أطلق على المرأة، لكن كمان ما يعني غير مقبول ومرفوض يعني حتى شرعا. المرأة اللي تشوف زوجها مثلا يكلم النساء من هنا وإلى آخره وما تغار عليه وما همها أساسا فيه، نفس الشيء يعني. فشفتي الحيل هذه التسميات هي حيل عشان الإنسان يعني يتخفى وراءها ويبرر لنفسه أفعاله فقط، مش أكثر من كده يعني. توضيح مهم جدا جدا يعني. النقطة دي ده توضيح مهم جدا. أيوة. يا أستاذة خديجة، طيب احنا عندنا بعض النساء من كثرة الغيرة بتبدأ تمسك الموبايل بتاع زوجها وتفتح وتبدأ تدور، وفي بعض الستات بتبقى شاطرة جدا في موضوع التقنيات دي، ولو عامل باسورد تعرف تخترقه وتعرف تفتحه وتبدأ ما شاء الله تدور. يعني في حاجات خارقة جدا. انا بشوف حاجات كتير قوي يعني عجيبة. ولو عنده ايميل تعرف تدخل على الايميل بتاعه، خصوصا بقى لو يبقى هو حظه حلو تبقى هي خريجة مثلا حاسبات ومعلومات بقى حاجة زي كده، فهي ما شاء الله يعني دماغها شغالة، فهي كل حاجة بتقدر تدور فيها وبتعرف كل حاجة وتشوف بيكلم مين ما بيكلمش مين. وهو لما بيعرف بيبدأ يتضايق جدا منها، وهي نفسها بتقول انا فتشت في كل حاجة وما لقيتش اي حاجة تدينه، يعني كأنها في متهم في النيابة وهي يعني بتدور على حاجة تدينه. العقلية دي في حكم مسبق، في شيء هي مسبق افترضت يعني جاهزة نفسها. يعني مثلا منه مثلا متشيك يومين 3 ولا حاجة، جايب طقم جديد بيحط برفيوم جديد، لا هي بدأت تشك بقى وتبدأ تدور وراه وما لقيتش حاجة. طيب بدأ الزوج هنا يتضايق جدا ويقول لها يعني التصرف اللي انت عملتيه ده كسر ثقة كبيرة بيني وبينك، وانتي عملتي ليه. هي في الاخر برضو هو بيعرف اللي هي بتعمله، يعني بتقع في حاجة، ما بتبقاش هي يعني حويطة طول الوقت. فاحنا عايزين نعرف ما في جريمة كاملة. بالظبط، ما فيش جريمة كاملة اكيد. اللي بيعمل حاجة بيسيب دليل وراه، فهي سابت دليل وعرف. طيب هي مقبول منها انها تعمل كده لما حد بيلومها جوزي وبحبه وبغير عليه وطبيعي، والسيدة عائشة كانت بتغير، ده ردها، هيك رأيك ايه؟ طيب هو الأصل ان احنا نفسر كل شيء من وجهة نظر الإسلام، لأنه احنا مسلمين في النهاية، فأعمالنا كلها منضبطة بالشرع. طيب النساء اللي بهذا الشكل أول شيء نقول لهم خففوا من مشاهدة المسلسلات. طيب الضارة أيوة. أو استماع دي موجودة في الدراما فعلا في الدراما أو في قصص النساء في جلسات النساء، يعني خففوا منها. دي النصايح الخطيرة اللي هم بيدوها لبعض ما شاء الله في بعض الجلسات يعني. ايوه هذه المصائب اللي والله كل واحد يعني صحيفة عمله ما ادري ايش قاعد يسجل فيها. ثاني شيء يعني يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. الله سبحانه وتعالى يعني نهى، يعني أقل لا تسال يعني لا تجلس تسال في النهايه انت حتصل لطريق ما تحبه يعني او جواب ما يعجبك في النهايه يعني. بعدين من اداب الاسلام لا تتحسسوا ولا تتجسسوا. من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضحه داخل بيته. ليش؟ لأن الإنسان يبحث عن شيء ما هو مطلوب منه. يا أستاذة خديجة وأنا عايزة أطمن، هو التعامل مع الزوج هذا ملكية، الرجل والمرأة يتعاملوا مع بعض ملكية السوشيال ميديا يا أستاذة خديجة دلوقتي خربت البيوت. أنا بكلمك بلسان حالهم كأنهم هم اللي بيردوا. السوشيال ميديا دلوقتي والفيسبوك خلى بعض الأزواج يقعوا في تصرفات خاطئة، فأنا بطمن إن كان هو تمام ولا لأ، في حاجة، في حد بيلف عليه ولا لأ. مش هاخد بالي برضو يعني الطفل هذا الطفل ده يعني يلف عليه احد وهي تلف على مين يعني قاعده مثلا. طيب هو شوفي هو النساء ليش بيسووا زي كده؟ خلينا كده نفسرها بشكل بسيط جدا. اليوم المرأة لو عندها هدف عظيم تعيش من اجله في حياتها ما راح عندها وقت تسمع اول شيء السخافات هذه من النساء ولا من السوشيال ميديا ولا من اي شيء. طيب ولن تبني حياتها على أوهام وأفكار، لأنه هي تشوف نفسها في مستوى عالي جدا مترفعة عن هذه الأشياء. لكن غياب الهدف ووجود الفراغ هو اللي أوجد هذه الحالة من التتبع والتجسس. طيب أول شيء لازم ندرك الرجل والمرأة اليوم كلهم محاسبين أمام الله سبحانه وتعالى على سلوكياتهم، فما حد يجلس يتابع وراء أحد كأنه طفل وسوى وفعل وإلى آخره.
بعدين المرأة أساسا لما تسوي زي كده هي عندها حالة من الخوف إنه تستبدل بشخص آخر. يعني هي تحصل على اهتمام وحب وخلاص هي مطمئنة. تخاف. الغيرة تبع المرأة هي عبارة عن الخوف من الاستبدال بشخص آخر. طيب مش طيب الاستبدال هي بس، ليش او هذا ان هو يجيب الشعور؟ لها حد، يجيب لها ضيفة جديدة هو بقى. هذا يعني الاستبدال ايش قصدي انا؟ استبدال يعني الحب اقل، حيكون في شريك في الحب، في شريك في العطاء، في شريك في الاهتمام، في شريك ما تبغى هي هذا كله. طيب طبعا. فهي الان هذا الخوف كله هو المحرك لها. طيب وبتقوم بهذه الأعمال كلها. طيب هل هي لما تقوم بهذه الأعمال كلها هي بتراقب أمر الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا مباح ولا غير مباح؟ ما في مبرر عند الله سبحانه وتعالى هذا الشيء، إنه أنا كنت خايفة، ما هذه أرزاق موزعة. طيب طالما إنه هو رزق موزع، وإنه الله وأنت استودعت الله نفسك وأمانتك وعارفة الرجل اللي أنت متزوجته، في حد معين من الغيرة مسموح فيه. لكن لما نوصل اليوم احنا قلنا الحد اللي نوصل فيه انه نتتبع ونتجسس ونتحسس ونفتح موبايلات وكذا، معناه احنا دخلنا في دائرة الغيرة الغير محمودة، معناها عواقبها كوارثية راح تكون. ليش؟ لأنه الآن ما صارت غيرة، صارت من غيرة إلى شك، والشك إذا دخل خلاص يفسد الشيء كل شيء. يعني الرجل هذا لو انه كل يوم يلبس ويتعطر ورايح المسجد، هذا غير مقبول عند المرأة، لأنه له تفسير آخر. والسبب انه هي جالسة مع نفسها ومع أفكارها ومع الشيطان ومع القصص ومع الروايات اللي هي تسمعها وإلى آخره، فهي دخلت في جانب آخر كبير جدا. الإسلام جاء عالج هذه الحالة عشان الإنسان ما يوصل لهذا النوع من السلوكيات. عالجوا ببساطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة من المرات كان نائم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فراش واحد. بعدين اتسحب من فراشه بخفة وخرج، فهي شعرت فيه فجلست تتتبعه وراحت وراه. تخيلي انت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وهي ماشيه وراه، شافته لين فوين وصل. وين وصل؟ وصل الى البقيع وجلس في البقيع بوقت طويل وهو يعني جالس في يدعي. لما شعرت فيه انه هو يبغى يرجع اخذت بعضها وسبقته جري، فراحت دخلت تحت البطانيه وتغطت. الان جالسه تلهث. النبي صلى الله عليه وسلم ايوه، فلما دخل احس انه صار في شيء غريب. يعني قال عائشه قالت يعني ايش فيكي؟ ما في. طب تخبريني ولا يخبرني الوحي؟ قالت والله يا رسول الله يعني كنت نايم ولما شفتك اتسحبت وخرج انا تتبعتك، يعني ظنا مني انك انت رايح الى احدى نسائك. ايوه احدى زوجاتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفتي التبيين هنا الحل جاء. النبي صلى الله عليه وسلم اني يعني استحى جبريل يدخل وانا وانت تحت فراش لحاف واحد، فامرني ان اخرج فادعو لاهل البقيع. بس هذه القصه. يعني هي قالت الشكوك تبعها، النبي صلى الله عليه وسلم عالج الموضوع في لحظتها وبين لها السبب. الواقع اليوم المرأة إما أنها تقول شكوكها، والغالب الرجل حيقول هو ما حتصدق، والزوج بيسيبها بشكوكها، وفي بعض الأزواج بيبقوا مبسوطين بالمشاعر دي ويسيبها. أيوة شفتي، عشان كده الإسلام جاء عالج الموضوع هذا. ما في عبثية. الشعور هذا مشكلة. إذا جاء المرأة تكلمت فيه، الأصل أن الرجل يخبرها بالصدق. طيب والله سبحانه وتعالى شهيد على الجميع. يعني ليش؟ لأنه رأفة ورحمة بها حتى ما تتطور أعمالها إلى الشيء الذي يغضب الله، لأنه في النهاية هو زوجها وصاحبها، فالمفروض أنه يعينها على نفسها طالما عندها هذا الشعور. يعينها مو معناها يبرر لها ولا يبرر سلوكيات، إنما يخبرها ما تريد أن تعرفه فقط. يعني يدخلها في حالة الطمأنينة والأمان اللي هي لازم تشعر فيه. هذا اللي لازم يبذله الرجل. أو المرأة المفروض أنه الرجل لما يقول لها شيء بعد ما سؤاله أنها تقبل هذا الجواب زي ما هو، ما تجلس تحلل وتفحص فيه. ليش؟ لأنه لو تحلفوا على القرآن وتحلفوا كل حاجة، ويا ريت بعد كده كمان تصدق. ما يا ريتها بتصدق. لأنه في سيناريو. أيوة، لأنه في سيناريو في عقلها هي تبغى تمشي السيناريو ده. هي عاجبها الدور ده خلاص. طب الإنسان اللي عاجبه الدور ده لازم الواحد الآن في علاجات حديثة اليوم احنا بنسوي العلاج المعرفي السلوكي عشان. طب أنا قبل ما أتكلم على العلاج يا أستاذة خديجة إن إزاي يتخلصوا من العادة دي، أستاذة خديجة، هل الغيرة الشعور الفطري اللي المفروض عند كل النساء وعند الرجال اللي هم عارفين كويس جدا إزاي يحافظوا على بيوتهم وعلى نسائهم وعلى بناتهم،
الغيرة دي موجودة في كل المجتمعات بنفس الشكل وبنفس الطريقة، يعني المجتمع المصري زي السعودي زي المجتمع الإريتري، وخصوصا هل الست الإريترية والرجل الإريتري عندهم موضوع الغيرة ده زيهم زي كل النماذج اللي احنا اتكلمنا فيها، ولا بتكون مختلفة؟ طيب، شعور الغيرة هو شعور فطري عند الجميع، عند كل إنسان، يعني كل مخلوق على هذه الأرض. لكن يتحكم في طريقة إظهاره عوامل كثيرة جدا، منها التربية والخلفية الثقافية والبيئة والمجتمع والعرف والعادات والتقاليد. هذه الأشياء تلعب دور. في المجتمع الإريتري يعتبر شعور الغيرة شعور سلبي، يعني شعور يدل على أن هذا الشخص لا يثق في نفسه. طيب، فلأنه هو شعور سلبي أو دلالاته سلبية جدا، المجتمع لا يحبذ أو لا يقبل، أو الرجل والمرأة لا يقبل أنهم يظهروا بهذه الصفة. لذلك تلاقي أنه الرجل والمرأة لما عندهم شعور الغيرة هذا لا يظهروه بهذا الشكل ولا يبينوا أساسا، يتعاملوا معاه بفوقية، يعني أنه لا، أنا ما عندي هذا الشيء، أنا إنسان واثق من نفسي، أنا إنسان عارف إيش عندي وإيش ما عندي وإيش لي وإيش علي وإلى آخره. فيتم كبت وضبطه بشكل قاسي جدا، فما يخرج، غير مقبول يعني أساسا إخراجه. وإذا خرج، وهذا الجانب الآخر، بيخرج بشكل سلبي، والمجتمع بينظر له أنه برضو أنه سلوك أو ممارسات تدل برضو على أنه الإنسان هذا لا يؤتمن أو إنسان ما عنده ثقة في نفسه. ففي الحالتين، لأنه هذا الشيء موجود في المجتمع، احنا ما نشوفه في واقع الحال. المرأة تظهر مثلا هي تغار على زوجها، أو الرجل مثلا يعني في المجتمع الإريتري ما بيظهرش بالشكل ده، بل بالعكس بيعتبروه شيء مش كويس إن الراجل يبين ده بالطريقة دي أو الست تبين الغيرة بالشكل ده. أيوة، يعني ليش أنت يعني ما أنت يعني لأنه هو له دلالات معينة، إنه هل أنت ما تثق في نفسك وما تثق في الآخرين؟ لا تثق في الآخرين، لكن ما عندك معناها ثقة في نفسك. معناها ما عندك ثقة في نفسك، معناها أنت شخصيتك ضعيفة، أنت اليوم تحكم فيك شعور معين هو اللي يمشيك، هو اللي يوديك، هو اللي يجيبك. فطبعا الإنسان الغيور سواء كان رجل أو امرأة غير مقبول يعني في المجتمع. ليش؟ نحن المجتمعات يحكمك فيها العرف السائد فيها. في مجتمعات مثلا مسموح فيها إظهار الغيرة بأي شكل من الأشكال، في مجتمعات لا. حتى هذا الشيء احنا نشوفه مثلا في ترتيب الناس، مثلا يعني الناس علية القوم مثلا، أو الملوك ولا الأمراء والأميرات مثلا، إذا عندها هي الغيرة غير مقبول في مجتمعها أو في بيئتها أنها تظهرها كالمرأة العامية مثلا، أو اللي ما تعرف ولا شيء، لأنه في بروتوكول يحكمها. أيوة. فكذلك المجتمعات العامة. في المجتمع الإريتري في مسألة إظهار المشاعر هو صارم جدا، وليس في مسألة الغيرة فقط. في إظهار المشاعر هو عنده صرامة في هذا الجانب، لأنه يعتبر على ما أعتقد، يعني إن شاء الله الآخرين يصححوا لي المفهوم ده، بس هذا ما رأيته أنا. يعتبر أنه إظهار المشاعر دلالة على ضعف الشخصية عند المرأة والرجل، فلازم يخرج بمقدار معين. لذلك هذا الشيء احنا نلاحظه حتى في تربية الأمهات للأبناء، مثلا ما يظهروا القدر الكافي من المشاعر، لأنه تعتقد أنه هذا حالة ضعف، وهي لن تستطيع أن تربي أولادها بهذه الكيفية، فلازم تكون قوية وحازمة يعني. تمام. فشوفي المجتمعات والثقافة تبعها كيف يأثر حتى في مسألة إظهار المشاعر. طبعا الثقافة بتخلي التصرف في بلد يبقى مقبول وفي بلد أخرى غير مقبول. قبل ما أختم، محتاجة سريعا من حضرتك نصايح للزوجة الغيورة جدا ونصايح للزوج الغيور جدا اللي بسبب غيرتهم ممكن يعملوا مشاكل تصل إلى حد الطلاق والعياذ بالله. طيب، نحن نقدر نوجه النصيحة هذه للنساء أكثر منها للرجال، لكن يمكن يستفيد منها الرجال يعني. نحن النساء بطبعهم عاطفيات يعني. طيب، وعندهم الإظهار شكل من أشكال العاطفة هو الإحساس بأنه هي التملك. فنحن نقول للنساء دائما أشغلي نفسك بشيء مهم أكثر من الرجل، وأكثر من يعني شيء مهم بالنسبة لك كقيمة يصنع لك فرق. هذا واحد. ثاني شيء، يجب أن تعلم المرأة اليوم أنه كل ما ثقتها بنفسها ومعرفتها بنقاط ضعفها وقوتها، هذا المعرفة، كل معرفتها واشتغلت على نفسها، هي حتقدر تتولى زمام الأمور. معناها إيش؟ إذا المرأة اليوم تعرف نفسها أنه هي غيورة، ما تستسلم أنه أنا غيورة وخلاص. الطبع بالتطبع،
يعني الإنسان كل شيء يقدر يغيره. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الشيء، يعني الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. بالظبط. ومن يسأل الخير يعطه، ومن يكتفى يعني يبتعد عن الشر يكفه يعني. طيب، فالمرأة اليوم اللي تعرف في نفسها، والرجل اللي يعرف في نفسه انه عنده حالة الغيرة، لا يستسلم لهذا الشعور، لأنه هو عبارة عن فكرة. فلازم يسأل نفسه أنا من فين جاني هذه الفكرة؟ الشعور هذا أصله فكرة، من أين جاءت هذه الفكرة؟ ويستوضح ويتضح. ثالث شيء إنه الإنسان يسأل ويتكلم، أنا أغار من كذا، أنا أقبل هذا الشيء، أنا ما أقبل هذا الشيء. كمان في المعاملات والممارسات يجب أن نكون واضحين اليوم كرجال ونساء، أزواج وزوجات، فيما أقبله وما لا أقبله. إذا الرجل يستمتع بغيرة المرأة عليه، يجب أن يعرف أنه هذه الغيرة في النهاية راح تحرقه هو، فلا يستمتع فيها وقت طويل. إنما المفروض يدخل الطمأنينة للمرأة، لأنه المرأة أساسا مخلوق يعني مشاعري أكثر من الرجل. والمرأة اللي اليوم تعرف أنه غيرة الرجل عليها ممتعة، يجب أن تنتبه أنها ما تتمادى، لأنه هذه الغيرة عبارة عن نار أو جمرة صغيرة يمكن أن تحرق الأخضر واليابس إذا تم التساهل في التعامل معها. في النهاية نعرف أنه هذه الأشياء كلها كمشاعر تبقى مشاعر، لكن إذا صارت ممارسات وسلوكيات فالله سبحانه وتعالى سوف يحاسب الجميع، والإنسان حسب فعله في الدنيا وفي الآخرة راح يلاقي نتيجة عمله. فلنتق الله في أنفسنا وفي الآخرين. تمام. أشكرك جدا في النهاية الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية واللايف كوتش، على وجودك معنا. شكرا جزيلا. وطبعا كما يقال، الشيء الذي يزيد عن حده دائما بينقلب إلى ضده، فكل حاجة بميزان العدل وبميزان العقل هتكون موزونة وهتكون كويسة، لأن الغيرة لما بتزيد عن حدها فعلا بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا في البيوت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا ببيوت مطمئنة وهادئة ومليئة كمان بالثقة في بعض. نشوفكم بإذن الله تعالى في لقاء متجدد من برنامج قوارير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.